مين؟ انا بقى يا عم عطيه صح النوم. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله. هي الساعة تطلع كام دلوقتي؟ ما اعرفش. ياه، ده الصبحية راحت. الا برضه مفيش جوابات يا عم عطيه. هو في قطورات لما هيبقى في جوابات؟ ساعة المنجم ما اتقفل والحال هنا واقف، لا قطورات ولا جوابات ولا حتى تلغرافات. اي والله ده في تلغراف. ليا انا؟ لا يا بنتي، ده ظابط النقطة الجديد. معلش، الصبر طيب وطبيب يا بنتي. اعمل لك كوباية شاي معايا؟ لا بلاش. ليه؟ اصل انا ماشي. رايحة على فين؟ ورايا كم مشوار. عن اذنك يا عم عطيه. اذنك معاك يا بنتي. انت بتعملي ايه؟ وانت مالك؟ تاخدي واحدة؟ ميرسي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي مها. وانت؟ انا مدحت. مدحت؟ ايوه، ابن الظابط الجديد. انتم اللي جالكم تلغراف امبارح؟ ايوه. يا بختكم. ليه؟ اصل انا عمري ما جالي التلغراف. لكن انت كنت بتعملي ايه هناك؟ فين؟ عند السكة الحديد لما كنتي بتدق. كنت ببعت تلغراف لبابا. تلغراف لطوبة؟ اصل بابا مسافر وقرب يرجع، ومش عارفه يرجع امتى، لكن قرب. انت عايشة مع مين؟ لوحدي. لوحدك؟ فين؟ هنا في البيت ده. انت عايشة في الخرابة دي؟ ما تقولش خرابه. هو سايب دلوقتي شكله مش حلو، لكن لما هو الجوان كان هنا كان حلو حلو قوي قوي. ايامها المنجم كان لسه شغال، وكان بيجولنا ناس كتير كتير قوي، وبيدفعوا لنا فلوس كتيرة كتير قوي. كانوا كلهم بيجوا علشان ماما، اصل ماما كانت حلوة قوي. من عينيا. كبيرة. يدوم العزة يا ست فتحية. عشت، بس الدفع مقدم. ليه حنطير؟ لا، بس لما بتسكروا بتزرجنوا ولا تدفعوش غير بخلع الضرس. الدنيا بخير يا ست فتحية. الدنيا بخير طول ما فيها الدفع. ماما كانت بتحب الفلوس قوي، اصل بابا بعد ما سافر الفلوس خلصت، اتفضل. فماما عملت البيت استراحة علشان نقدر نعيش. وكان بيجولنا ناس مهمين قوي زي الريس سعدون، كان كل الناس تخاف منه وتحترمه، لكن ماما ما كانتش بتخاف منه، اصل كان بيحبها وكان دايما يضحكوا مع بعض. ست فتحية فين الطلبات يا ست فتحية؟ من عينيا. اهلا وسهلا يا جعفر بيه. اهلا بيك يا ست فتحية، لوازم الحفلة وصلت. وصلت يا سيدي الرجاله، ربنا ما يحرمنا منك ولا من دخلتك علينا، بالخير والهنا. اتفضل اقعد. يزيد فضلك يا ست الكل. طلبات السياده. كوباية شاي بس يكون تقيل. من عينيا الاتنين. ثانيه واحده. ازيك يا ريس سعدون؟ احمده يا سي جعفر.
جعفر بيه ده كان أغنى واحد في البلد، كان عنده فلوس كتير وغنم كتير وبهايم كتير، وما كانش بيحب حد ولا حد بيحبه، أصل شكله كان وحش قوي. أما أنا بقى فكنت ماسكة المطبخ وماجي بتعتمد عليا في كل حاجة. ما تشهلي شويه امال يا ماهر. ما أنا بشتغل أهو. انا عارفه نجوان اتاخرت كده ليه. الغاية حاجته معاه. طب خفتي ايدك وخلصي بقى. اتفضل الشاي. تسلم الايادي يا ست فتحية. الله يسلمك يا سيدي الرجاله. كان بيقولك ايه؟ يما ومالك مقدم كده ليه؟ ردي عليا، كان بيقولك ايه؟ طب سيب ايدي. كان طالب القرب. بلاش هزار. ايه يا ريس سعدون بتخير عليا؟ انا ساوي قتيل لو بصيت لحد غيري. ما تخافش مش هخليك تساوي قتيل عشان ما اقدرش ابص لحد غيرك. ست فتحية. ايوه يا سيدي الرجال. اوعى تساوي قتيل. اللي النجوان فين امال؟ يعني مش شايفها. راحت مشوار. راحت فين؟ في المنجم عند سي فارس بيه. اعوذ بالله. وادي عتلاوي. نعم يا فارس بيه. قول للرجاله يعملوا له بهمه شويه. القطر واصل النهارده وعايزين نحمله طوالي. امرك يا يلا فارس بيه. بسرعه. يلا يا رجاله اعملوا لكم همه شويه، عاوزين نحل القرشين اللي هنقبضهم. نقبض مهما نقبض كله رايح. كفايه علينا سي سعدون هو وسي فارس بيلهفوا نص القبضيه. كله زي ما دايما لواجهه. يلا يا اخويا يلا امال. طيب بس ما تقولش، هو كل حاجه شط مستعجل على ايه؟ دي نجوان. وادي نجوان وصل. طبعا يا سيدي النهارده اول الشهر يبقى لازم تشرف. طبعا واحنا نقبض من هنا والفلوس تطير من هنا. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. اهلا وسهلا. اهلا. المنجم منور اشرقت الانوار. امي بتقول لكم ما تنسوش تجيبوا القضيه وتيجوا على الاستراحه الليله دي. في عندكم جو الليله؟ زي كل اول شهر ما انت عارف. احنا تحت امر الست فتحيه وبنت الست فتحيه. كل شهر وانت طيبه يا حلوه. لم ايدك يا امين افندي. الله وطي صوتك يا بنت امال. بنت لما بنتك بقولك لم ايدك. سيبك منه تعالي بس تعالي. ده ما وراش غير تعب القلب. بقول ايه؟ وبعدين بقى هو نخلص من نقره هحفظ حضيره؟ الله ده انا زي ابوكي تمام. يا نعم. لو شفت الريس سعدون ابقوا قولي له حصلني على الاداره. بس كده؟ حاضر سلام. بنت كبرت واتدورت وبقت زي امها، اما عليها حته دين ازيك يا نجوان يا بنتي؟ اهلا ازيك انت يا عم عطيه؟ الروماتيزم تعبني شويه لكن هي ماشيه. بقالك زمان هنا؟ اهو يعني. تحب اعمل لك كوبايه شاي يا عم عطيه؟ والله يا بنتي ما كانش يتعز. بقالي ساعه بعت الواد زغلط تجيب لي شويه شاي لغايه دلوقتي لسه ما رجعش. هو القطر مش واصل النهارده؟ قولي بقى انك جاي تسالي على القطر. هو هيوصل الساعه كام؟ والله العلم عند الله يا بنتي. قولي ساعه 2 3. هو ده قطر بمواعيد. كنت فاكره انه هيوصل دلوقتي، قلت افوت يمكن. يا بنتي ما خلاص بقى، دي حكايه فات عليها ايام وسنين. قصدك ايه يا عم عطيه؟ قصدي يا نجوان انك ما بقيتيش صغيره ولازم تفهمي ان ابوكي. اوعى تكمل يا عم عطيه، ابوي هيرجع ومسيره هيرجع ولازم يرجع. ايه العشم فوق الله كبير يا بنتي. عم عطيه ومسير الحي يتلاقى. الساعه هو يا عم عطيه. متشكر يا لولو. الساعه كان اكوان.
هي مالها يا عم عطيه؟ وانت مالك؟ خد القرش ده دلوقتي وغور من هنا. مسكن قوي يا عم عطيه، ربنا يخليك. نكوان استني نكوان استني. انت رايحه فين؟ وملوحه فين؟ على البيت. البيت؟ طيب. ايه اللي معاك ده؟ ده إلس بحاله التهوني يا عم عطيه. وهتشتري بيه ايه؟ السلب ايه؟ لا يا انا مش هسلفه، ده انا هحوشه. تحوشه؟ وإلس ولا إلس لغايه ما يبقى عندي فلوس كتير قوي. وبعدين اروح لامك الست فتحيه اللهم احفظها واقول لها خدي كل الفلوس دول وكوسيني نكوان. وانا بديك الساعة ده يبقى يوم المنى، يوم اشوف نجوان معاك في بيت العدل. يبقى استبينا، بس المهم هي. وهي هتلاقي عريس احسن منك فين؟ طب هنكتب الكتاب امتى؟ اصبر تنول يا جعفر بيه. ده انا مستني اليوم ده على نار يا ست فتحية. اوعى تسيب. عن اذنك يا سيد الرجال. خدي يا ما، خدي دول. ايه ده؟ طبي. كل ده علشاني انا؟ كل ده علشانك يا حلوة يا أمورة. لما اتجوز اختك هغرقك بونبوني وشوكولاتة وحلويات. ربنا يخليك ليا يا رب. هاتي بوسة بقى. لا بقى، خد الملابس بتاعك، مش عايزه منك حاجه. الله، اسمعي بس يا ما. يا اهلا وسهلا يا اب احفظي معاليكي. اتاخرتي كده ليه يا حبيبتي؟ على ما رحت المنجم ورجعت. بالحق سي فارس عايزك تروح له الاداره. طيب هوصل عنده هشوف عاوز ايه. اوعى تنسي حفله الليله دي. من المغرب هكون عندك. سلام. وادي يا زقلط اول ما القطر يوصل تديني خبر على طول. من عينيا حاضر. ايه على فين؟ اغير هدومي، عندك مانع؟ انا كان غرضي بس تقعدي معانا حبتين. اهو زقلط عندك، خليه يقعد معاك. سلام. زقلط ايه؟ مش عاجبك يعني سولط ولا مش عاجبك؟ ليه مش عاجبني؟ طب شوف اما اقول لك، انا لو شفتك مره تانية بتتكلم مع نكوان انا هتحتحك. الله ايه اللي حاشرك يا انت؟ انت مش عارف ان انا ونكوان بنحب بعض وهنتجوز؟ يا راجل السيد، انت بتسقني؟ ايوه بسوقك. طب هاتي انس. صاحبك سفالتة سفندي هيوصل في قطر النهارده. ايوه يا سيدي عارف، ده ميعاده. جهزت الفلوس؟ ادي ال50 جنيه هم. بس على الله يملوا عينه، اصل المره اللي فاتت كان مزرجن حبتين. هي ايه؟ فردة؟ لازم ندفعها له كل كام شهر. والله حرام في جتته. يا جماعه افهموا، فلتة سفندي ده مراقب الاداره وفي ايده كل حاجه، واحنا لازم نرضيه، والا هيبص في الدفاتر وكشوف العمال ويبص في المنجم ويشوف حالته، واحنا عارفين اللي فيها. فلازم اول ما يوصل من هنا نروح احنا مظرفينه من هنا، يروح هو مطنش من هنا، وتتمضي الدفاتر والكشوف ويفضل الطابق مستور. مزيكا والله يا سعدون، مزيكا. ده انت داهية مسيحة يا راجل. لا عمري بحاله وانا بورد عمال المنجم لما اتعلمت كل اللي فيها. وهي الدنيا النهارده ماشيه كده، شيلني وشيلك. طيب يلا بينا احسن زمان القطر على وصول. على فين؟ واجب برضه نروح نستناه على المحطة. يا راجل اتقل امال، ولا انت عايز تطمعوا فينا؟ احنا نبعت له الواد عتلاوي زي كل مره، هو عارفه كويس، يجيبه من المحطه ويحصلنا على استراحه الاستفتاحيه. يلا بينا. يلا. يا بور قولك رايح على فين؟ انت لسه هنا وراجل قاعد تحت على نار؟ راجل مين؟ جعفر. طب وانا مالي ومالك؟ مالك ازاي؟ ده الراجل صارف دم قلبه علينا، مستعد يشيلنا على كفوف الراحه، وكل منى انك ترضيه بكلمه حلوه. كلمة حلوة؟ تقولي اه. اقول له على ايه؟ على انك تجوزيه. اتجوز مين؟ جعفر. انا؟
ايوه انت. ماله جعفر؟ راجل غني وكسيب وعنده بهايم ياما. طب وشكله؟ انت نسيتي شكله؟ انا معاكي ان شكله مش ولا بد، لكن الراجل عيبه جيبه، ما يعيبوش شكله. وجعفر جيبه مليان. انت زهقتي مني ولا ايه يا ماما؟ اخصى عليكي، ايه الكلام اللي بتقولي ده يا نجوان؟ عايزه تخلصي مني ليه؟ يا بنتي يا حبيبتي، انا بفكر في مصلحتك، في مصلحتنا كلنا. مصلحتي انا عارفاها كويس. قصدك ايه؟ قصدي اني مش هتجوز جعفر. انا هستنى بابا لحد لما يرجع، ولما يرجع هياخدنا على مصر. مصر ام الدنيا، هنلف العالم، هيجيب لنا كل اللي نفسنا فيه، كل حاجه. يا نجوان يا بنتي بطلي احلام وفوقي لنفسك، انت ما بقيتيش صغيره، لازم تعيشي في الواقع. انا تعبت 10 سنين من يوم ما ابوكي رمانا احنا التلاتة. انا شايله الهم لوحدي لما خلاص كتافي وجعتني، ما قلتش فضلت كاتمه وساكته في قلبي، وبقول في نفسي معلش يا فتحي، بكره البنات يكبروا ويتجوزوا جوازات كويسه ويبقى عندهم فلوس يعوضوني كل الهم اللي شفته عشان اربيهم. بصي لي هنا لما اكلمك. اما زنت يما. نكوان في ايه يا واد يا زهر؟ القتل وصل. طب استنى انا نازلالك. يلا القطر وصل، يمكن ابويا يكون فيه، ولا يمكن بعت جواب. نجوان يا اهلا وسهلا يا اهلا. الله 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 الله، ده انا هنا. حاسب يا جدع انت. لا مؤاخذة، آسف. فتحوا عينيكوا يا اخي. معلش انا كويس. يوسف حسن، محمد سيد، عريان خطاب، عبد الحافظ جاد، سليمان علي، حافظ محمد، علاء عبد الغني، سعد سعيد، وانا يا عم عطيه. ايوه يا بنتي. مفيش جوابات عشاني؟ لا يا بنتي مفيش. معلش، يمكن المره الجايه. يمكن. يلا يا زهر. لو سمحت افندم، انا لسه واصل من مصر مصر؟ وما اعرفش حد هنا، فلو كان ممكن تدلني على اي لوكاندا او اوتيل. والله يا ابني ما كانش ينعزل، بس احنا في حته مقطوعه لا فيها لوكندات ولا اوتيلات. طب يعني مفيش مكان تاني؟ يروح ينام عند الست فتحيه. اي والله، ده انا كنت ناسي. دقيقه واحده. نجوان، فتحتيه عند امي، وانت عندكم الشاليه الصغير ممكن تأجره له، ايه رايك؟ ممكن. الله، نجوان مالك يا بنتي متسمره كده ليه؟ تحت
امرك. اتفضل. فين الشنطه على فندي يا جرزون؟ حاطط. حاسب تقيله. هات إلس. ما معيش فكه دلوقتي. بعدين اديك. طيب. اتفضل. متشكر قوي. العفو يا ابني. اتفضل. اتفضل. انت حقيقي جاي من مصر ايوه. وحلوه زي ما بيقولوا. انت عمرك ما شفتيها؟ لا، لكن بابا مسافر واول ما هيرجع من السفر هياخدني انا واختي مها ونعيش هناك على طول. اه. هو لسه كتير؟ لا، قرب يرجع. قصدي لسه كتير على امك. ايه قصدي على ما نوصل. قربنا اهي. انت متاكد يا ولا؟ ده انا واخد اللي نزلوا من قطر واحد واحد على الفرازه. وبرضه ما لقيتوش. ابدا يا بيه. طب غور دلوقتي من وشي. حاضر. مش من عادته اتاخر كده. على الله يكون جراله حاجه ولا محتاجه. فضل الله ولا فلك يا شيخ، احسن بعدين يبعتوا لنا حد تاني. وبرضه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فلتس افندي ده منا وعلينا. الله يرحم زمان وايام زمان، لا كان في مراكبين ولا يحزنون. انت بتبرطم بتقول ايه يا سي جعفر؟ اصل افتكرت ايام زمان قبل التأميمات والمؤسسات، كان الخواجة كرياكو وابو الست فتحية ماسكين المنجم ده كله، كان بيطلع ذهب مش زي دلوقت. لكن المنجم اتاخد والخواجة كرياكو سافر وابو الست فتحية مات وجوزها طفش والفلوس قلت وحالنا بقى عجب. انت بتعيب في نظام المؤسسات يا جعفر بيه؟ استغفر الله العظيم، هو ده اقدر؟ ده حاجة حلوة خالص وكويسة خالص، لكن العيب بقى في اللي مشغلينها. تقصد مين بالكلام ده يا سي جعفر؟ اللي على راسه بطحة يحسس عليها يا سي فارس. لا بقى، اتكلم بصريح العبارة. ما تسكت بقى يا سي فارس وتلم لسانك، ما تخليش الواحد يقول. الله جرى ايه يا رجاله؟ هو انتوا ما تعرفوش تقعدوا في حته الا لما تتشحنوا؟ ما تروقوا امال وتصلوا على النبي. ما تعقلهم يا ريس سعدون. ما انت سامعه بيقول ايه يا ست فتحيه؟ خلاص يا فارس. اتفضل. السلام عليكم. افندم، اي خدمه؟ والله انا كنت عايز اوضه بحمام. بايه يا اخويا؟ بحمام. اصل لسه واصل من مصر دلوقتي وما يعرفش حد هنا وعايز يأجر الشاليه. اهلا وسهلا. وهتقعد كام يوم؟ 3-4 ايام. الليله ب3 جنيه. طيب. غير الاكل طبعا. طيب. والدفع مقدم. اتفضلي. ادي 10 جنيه تحت الحساب. واد يا زقلط. نعم. وصلوا الاوضه. لا. هتلاقي فيها المفتاح. لا، انا اللي هوصل. اتفضل من هنا. هات إلس. امشي. ما تسوقيش. دفعه في عينك. ما فهمتي. ايه الحكاية يا ست فتحية؟ حكايه ايه؟ ده شايف نجوان واخدة بالها قوي من الواد افندي ده. وش بعد عنك. اي كل ما تسمع سيره مصر يجي لها هبل. يا ما جاب الغراب لامه. هات إلس. بعدين. اتفضل. هات الشنطه يا واد زقلب بسرعه. يلا. خدي. ها، عجبتك؟ اوضه دي ولا متحف؟ دي اوضه ابويا، اجمل اوضه عندنا، بنضفها بايدي كل يوم. اصل ابويا مسافر وجايز يرجع في اي وقت. طب لو رجع وانا هنا؟ ما تخافش، مفيش قطارات بتوصل الا كل اسبوع مره، وابويا مسافر والظهر هيتاخر شويه. انت اسمك ايه؟ مجدي عبد الغفار. الله، حلو قوي. اشكرك. انا اسمي نجوان. وانا اسمي سولو.
عاشت في اسامي يا زقلط يا فندم. لا 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 هات امس بقى. اما فك. كل شويه تقول لما تفك اما تفك اما تفك، معايا فكه. انت هتقعد معانا هنا قد ايه يا استاذ مجدي؟ 3-4 ايام بس؟ يا دوبك. يا خساره. يا فندم؟ لا لا لا، قصدي عايز حاجه قبل ما امشي؟ لا متشكر. طبعا اذنك يا استاذ مجدي. لو سمحتي. نعم. اصلي بقالي 14 ساعه في القطر وجعان قوي، فلو كان ممكن اي لقمه كلها. الاكل في الاستراحه، بس النبي تتاخر شويه. اتاخر شويه؟ ليه؟ عشان اصل امي عامله تحت حفله، ويا ريتك تكون موجود. بس انا ميت من جوع. ارجوك عشان خاطري. حاضر عشان خاطرك. كل شهر وانتوا طيبين. وانت طيب يا نور العين. اتفضلي انسينا شويه. من عينيا، بس استنى عليا شويه. انا من بدري مستنيك. وانا من بدري بحلم بيك. اتفضل، كونياك قبرصي من اللي قلبك يحبه. لكن انا ما طلبتش ده. هنا بقى يا اخويا العشاء ومعاه ده. قلت ايه؟ خلاص خليه. ايدك بقى على جوز جنيهات. جوز جنيه؟ ايوه. اتفضلي. يدوم العز. بوجودك. يخليك. يا نجوان، ما تروحي تقعدي مع الراجل شويه، ده هو اللي صارف على الحفله. راجل ايه؟ كعفر. شكله وحش. عيب كده، ده الراجل شريكي، ومهما كان ده ضيف عندنا. يلا حبيبتي عشان خاطر امك. حاضر. ده ايه حكايه الجدع ده؟ ليه عامل له عامله في مصر ويرتوه هنا يومين؟ وحد يترمي الرميه اللي احنا فيها دي الا مش شديد القوي. ممكن اقعد؟ اتفضلي. متشكرة. انت اسمك ايه؟ مجدي عبد الغفار. انا اسمي مها. الله، حلو قوي الاسم ده. انت ما بتشربش ليه؟ اصلا انا الحقيقه ما بحبش الشرب قوي. عشان خاطر لحسن بعدين ماما تزعل. خلاص عشان خاطرك انت. والله انتوا صعبانين علي. ايه اللي غصبكم على الاشكال دي؟ اكل العيش مر. والله الود ودي تاكلوا لقمتكم بالراحة وتعيشوا عيشة مرتاحة. وقالوا في الامثال من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه. ايه قلت ايه يا ست البنات؟ يا فندم انت بتكلمني؟ امال يعني بسلي نفسي؟ طبعا اذنك لما اقوم اساعد امي في المطبخ. الله الله، استني لما ناخد وندي مع بعض بالكلام. معلش يا جعفر بيه، تعيش بتاكل غيرها. جرى ايه يا سي فارس؟ انت هتطبخ بقى؟ ما تخليك في حالك. اللهم طولك يا روح. احنا اللي بنلادك يا سي جعفر. اسكت انت يا مجروس اللي عامل زي فرج علود. لا بقى ده هيلبس. سيبك منه. احترم نفسك احسن لك. انا محترم غصب عنكم يا بتوع المال السايب، وشيلني وشيلك. انت قد الكلمه دي؟ قدها وبدون. بس كفايه، بس كفايه. ما تخلوش بدايتنا نهايه. جيتوا الليله تصفوا حسابكم ولا عشان تسهروا ويايا؟ ايه رح ناخد ايه غير ليالينا الحلوه؟ ليه راح نزعل ليه؟ فيه كام يوم في العمر. ليه راح نزعل ليه؟ فيه كام يوم في العمر. ده الهم ينقصه وبسرعة يخلصه، والأنس يزوده والفرحة ترقصه. رقصني يا جدع.
خفيف. لا 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 لا، وليلتنا سكوب وبالالوان. غني يا نجوان، غني يا نجوان، غني يا نجوان، يا نجوان، غني يا نجوان. ما تغني بقى يا نجوان. طول ما اللي بحبه بعيد عني، لا تنام يا عين ولا تتهني. طول ما اللي بحبه بعيد عني، لا تنام يا عين ولا تتهني. وشفايفي مغنت وابتسمت، مش زي القلب أما يغني. بحلم بهنايا وحبيب أيامي يدخل ويايا جنة أحلامي. لا تنامي يا عين ولا تتهني، لا تنامي يا عين ولا تتهني. والله ما تستاهل يا دنيتنا، وخسارة في عظمك دمعتنا. الله ما تستاهل يا دنيتنا، أو خسارة في عظمك دمعتنا. وحياة الكاس عندها ونواس، ما تيجي همومك ناحيتنا، ما تيجي همومك ناحيتنا. راح اقول لك سر خطير وتصوني السر كبير. نجوان وامها حلوين ومطير عقل هواهم. أمال مين الوحشين اللي احنا اتجوزناهم؟ هات ويسكي وصلحوا، ما خلاص اتبحبحوا، وهتبقى معجزة لو عرفوا يروحوا. هات ويسكي وصلحوا، ما خلاص اتبحبحوا، وهتبقى معجزة لو عرفوا يروحوا. رقصني يا جدع. واو يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله تمام. ده احنا ليلتنا عاملة في بيتنا زي ما قال عمر الخيام. عارفين قال ايه؟ قال ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله تمام. ده احنا ليلتنا عاملة في بيتنا يسحب كل مولى الأقسام. عارفين قال ايه؟ قال ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله ده تمام. احنا ليلتنا عاملة في بيتنا روحوا إلهي يجيلكوا زكام. عارفين قال ايه؟ قال ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله تمام. يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله تمام. يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله تمام. يا سلام يا سلام يا سلام، كله كويس كله تمام، كله كويس كله تمام. كله كويس كله تمام. كله كويس كله تمام. رقصني يا جدع. كله كويس كله كويس كله تمام. كله كويس كله تمام. كله كويس. لا مؤاخذة يا أستاذ مجدي. تسمع؟ كله كويس كله تمام. استريح. أي خدمة تانية؟
ايوه يا استاذ مجدي. افندم. انت صوتك حلو قوي. غني يا نجوان. كويس كده؟ قلت لك مش وقته. امال وقته امتى؟ اصبر شويه لما البنات تنام. دول هيناموا امتى؟ انا هطلع اشوفهم. بس ما تتاخريش. ايه اللي مصحيكم لحد دلوقتي يا بنات؟ ابدا هنناموا هي يا ماما. طب يلا عشان تقدروا تصحوا الصبح بدري. تصبحي على خير يا مها. وانت من اهله يا ماما. تصبحي على خير يا نجوان. ايه ده؟ انت بتعيطي يا حبيبتي؟ لا ابدا ولا حاجه. مالك يا نجوان؟ قولي لي. ده انا امك حبيبتك. ولا حاجه ولا حاجه. اخصى عليكي، بتخبي عليا. اصل ابويا وحشني قوي، نفسي اشوفه. ربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه يا بنتي. تصبحي على خير. نجوان. نجوان. ايوه يا مها. انا عارفه انت بتعيطي ليه. عشان مش عايزه تتجوزي جعفر، مش كده؟ بيني وبينك عندك حق. اصل شكله وحش قوي، مش زي مجد الساكن الجديد. اهو ده اللي حلو، حلو قوي. يا ريت تتجوزيه يا نجوان. اتجوز مجدي؟ وليه لا؟ لا، ده دمه تقيل واخد في نفسه قلم وقليل الادب كمان. بالعكس، ده لطيف ودمه خفيف ومش متجوز. مش متجوز؟ وعرفتي ازاي؟ عرفتها لوحده عشان مش لابس دبل. طب نام نام يا مسان طويل. طب تصبحي على خير. وانتي من اهله.
وانا هزعل منها ليه؟ انا مالي ومالها؟ على فكرة دي كانت بتجيب سيرتك امبارح بالليل. يا مين؟ نجوان. قالت ايه؟ قالت ان واخد ألم في نفسك هي قالت كده؟ وكمان دمك تقيل. وايه تاني؟ يو كلام كتير قوي ما نمتنيش طول الليل. بقى ما نامتكيش طول الليل. ياه، ده انا اتأخرت قوي. رايح فين؟ مشوار صغير. تحب اجي اوصلك؟ يا ريت. وعشان كمان تحكي لي نجوان قالت لك ايه تاني. طيب. هو رايح فين بسلامته على الصبح؟ ما يروح مطرح ما يروح، احنا مالنا وماله. على رأيك اما اوصل اشوف اذا كان حد جه ولا لا. هو المنجم منين؟ هناك اهو. من هنا؟ باي باي. مين ده؟ معرفش. يلا يا رجاله يلا نقعد الشغل يلا خلصونا. استنى انت بره شويه. عاوز ايه ياض؟ الواد لفند اللي وصل في قطر امبارح بره وعاوز يقابل فارس بيه. وده عاوزين اخر. معرفش. تلاقيه بيدور على شغل ولا حاجه. ايوه اصل الست فتحيه امبارح قشطته على اخر مليم. خليه يخش يا عم. سيبه ملتوح شويه بره لما نخلص اللي في ايدينا. نسيبه ملطوف. كنا بنقول ايه؟ صباح الخير. اتفضل يا سيدي خش. صباح الخير. افندم. انا مجدي عبد الغفار. عاشت الاسامي يا سي مجدي. يا نعم عايز ايه؟ افندم قول يا سيدي قول خلصني. انا جاي هنا علشان ما تحاولش ما عندناش شغل. دور لك على شغل في حته تانيه. لا انا قصدي ان انا جاي هنا والله ما طولك يا روح. ما قلنا لك ما عندناش شغل يا سيدي. انت فاكرها ايه؟ تكيه ولا وسيه ولا شركه ابويا؟ طيب لو تسمح بس ايه تاني؟ هو احنا اللي نقوله نعيده؟ ايه يا جدع انت؟ ما تخلصنا البيه مش فضيلة. اتفضل. ايه ده؟ ده جواب من الاداره في مصر. جواب من الاداره؟ ايوه. اصل انا المراقب الجديد اللي جيت بدل الاستاذ فلتس، وده جواب اعتمادي. يا نهار اسود. قصدي يا نهار يا اهلا وسهلا يا سعاده البيه. يا اهلا وسهلا يا بيه. اهلا وسهلا. مش كنت تقول كده من الصبح؟ على الاقل كنا قمنا بالواجب. اكتر من كده؟ اتفضل يا سعاده البيه لا والله مش ممكن. هنا اتفضل يا مطرحي. سعاده البيه. اتفضل مطرحي والله. اتفضل يا سعاده البيه. يا اهلا وسهلا يا اهلا يا اهلا يا مرحبا اهلا. يا جماعه متشكر قوي، مفيش داعي لده كله. هو احنا كل يوم بيجي لنا مراقب؟ ده احنا النهارده زرنا النبي يا بيه. سيجاره؟ اوعى تكون زعلت مني يا مجدي بيه. اتفضل ولع. على رأي المثل اللي ما يعرفك يجهلك. صدق بالله انا قلبي اتفتح لك من اول نظره شفتك فيها امبارح. والله من اول نظره. متشكر قوي قوي قوي. شايف بسرعه يا سعاده البيه يا ولد. ما تتحرك عوام يا ولد. ولا سيادتك تحب تشرب شاي ولا كركديه ولا حاجه ساقعه؟ سيادتك اؤمر واحنا ننفذ. انا كل اللي عايزه اشوف موقع العمل وافحص المانجا من جوه.
طب ومستعجل كده ليه؟ مش لما سيادتك تستريح الاول شويه وتشرب الشاي؟ الشاي نخليه بعدين وانا بفحص الدفاتر. تفحص الدفاتر؟ ايه؟ في مانع؟ يا سعاده البيه، الدفاتر تحت امرك والمنجم كله تحت امرك، واحنا تحت امرك. يبقى نروح نشوف المانجم. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل من هنا، اتفضل. ولا تعال ورير على الريس سعدون، قول له المراقب الجديد وصل. ايه؟ استر يا اللي بتستر. ادي المنجم يا سعاده البيه. ده المنجم اتبارك النهارده. ايوه والله. الله، على فين؟ نشوف المنجم من جوه. ما المنجم قدامك اهو، هو لازم تشوفه من جوه عشان الواحد يطمن على الامن الصناعي. ما تقرير المهندس الجيولوجي فيه كل حاجه. افضل اشوف بنفسي. طب استاذن انا بقى عشان احضر لسيادتك الدفاتر. السلام عليكم. رايح فين يا استاذ فارس؟ ما انا معاه. لا خليك معايا انا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. شد حيلك. في حاجه يا استاذ فارس؟ لا ابدا، انا كنت بقول اطمن يا فندم بيه، كل حاجه هنا ماشيه زي الساعه. لا فعلا دي حاجه تطمن. مين ده؟ ده بيقول عليه المراقب الجديد اللي جه بدل فلتس افندي. نكتب شكوى نديها له ونقول له على اللي فيها. وايه الفايده؟ ما احنا ياما كتبنا شكاوي وعرايض ومفيش حد بص فيها. اتمزعت واتقطعت واترمت في صفيحه الزباله. واحنا هنخسر حاجه؟ نجرب. والله انا تحت امركم، بس هنوصل له ازاي؟ مفيش غير عم عطيه. بقول لك مجدي اللي جه في قطر امبارح. بقى حته الواد المفروس ده يطلع المراقب الجديد؟ ايوه يا ستي، فارس بعت لي يقول لي كده. بس ده صغير قوي على انه يبقى مراقب. مراقبين اخر زمن. وانا اللي امبارح كنت. انت واقفه كده ليه؟ دخلي الحاجات دي على المطبخ. انا مش عارفه البنت دي جرالها ايه. على الله يكون مهاود زي فلتس افندي وما يسرجنش. حقها دي تبقى مصيبه. اهو كل فوله وليها كيال، كل واحد وله تمن. نهى عرفت ان الاستاذ مجدي اللي ساكن عندنا هو المراقب الجديد قديم. مين اللي قالك؟ هو قالك ايه كمان؟ يو حاجات كتير. طب وانتي قلتي له ايه؟ يو حاجات كتير. ما تتكلمي ميه نهى. قلت له على كل اللي قلته لي امبارح بالليل. اخص عليك يا نهى. وقالك ايه؟ قال اني طالعه فيها قوي. يا سلام. وانك قالت سم وايه تاني؟ ودايما خفيف وحلو. قالك كده والنبي؟ واكتر. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل اتفضل. لا والله انت الاول. اتفضل يا بيه، اتفضل. اتفضل. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل. اتفضل يا فندم. الله يا حضره المراقب الجديد، نورت بيتك ومطرحك. ازيك يا استاذ مجدي؟ الله يسلمك. الريس سعدون متعهد توريد عمال المنجم من اكتر من 20 سنه. ما احنا شفنا بعض امبارح هنا واتقابلنا النهارده في المنجم. بس ما كنتش عارف انك المراقب. الواحد ما قامش بالواجب. ملحوقه ولا يهمك يا ريس سعدون. ايه ده؟ هتفضلوا واقفين كده؟ ما تقعدوا، تعبتوا الشاب وياكم. اتفضل اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل اتفضل. اتفضل يا مجدي، اتفضل يا سعاده البيه. اتفضل. يا اهلا اهلا يا اهلا. اتفضل هنا. اقعد هنا يا سعاده البيه. لا والله يا امين، ما هو قاعد اللي هنا. لا لا لا. متشكر قوي. مجدي بيشرب ايه؟ ولا حاجه، متشكر قوي. اخسى عليك، تكسف تحتوحه. لا بقى، اهو كله الا كده. محدش يقدر يكسب ست فتحيه ابدا. يا راجل اطلب ما تتكسفش. انا هعمل لك فنجان قهوه مظبوط بايديا وعلى حسابي. شرفنا قوي مجدي بيه. منور. هو
هو الاستاذ فلتس افندي ما جاش ليه يا استاذ مجدي؟ فلتس افندي مين؟ المراقب اللي كان قبل سيادتك. ده اتحل التحقيق. ليه كفالة الشر؟ الحقيقه ما عنديش فكره على التفاصيل. والله انا طول عمري اقول ان فلتس افندي ده راجل مش تمام، لكن بحسبكم له نظره فحصه في الناس. على كل حال اهو جانا اللي احسن منه. اي والله اي والله. وايه اخبار الاداره في مصر يا استاذ مجدي؟ والله متضايقين عشان مراجعه الحسابات متاخره وانتاج المنجم قل. كله من تحت راس العمال. اتفضل القهوه يا استاذ. متشكر قوي. العفو. وحياتك واخدين حقوقهم على داير مليم. انت عايز بجد العمال مكفريننا قوي يا مجدي. انا رايحه لحد عم عطيه في المحطه يا حبيبتي، بس ما تتاخريش. اصل الريس سعدون ما يحبش ياكل حق حد ابدا. اما من جهه الحسابات فما تخافش يا مجدي. بطن البطيخه صيفي كله تمام وشرفك. على كل حال ادي احنا بكره هنراجع بقيه الحسابات وهنشوف. ومستعجل كده ليه يا بيه؟ بكره بعده خد راحتك قوي. طب استاذن انا عشان ابعت تلغراف لمصر. مش تكمل قهوتك الاول؟ ما انا خلصتها. تحب اقول لعربية لا مفيش داعي، دول خطوتين. على كيف؟ طب مع السلامه يا مجدي. مع السلامه. شاب ابن حلال قوي. بس على الله يمضي غميضي، احسن الدفاتر النبادي ملغمه قوي. يا راجل ما تخافش، ده احنا معانا الريس سعدون. انا الجدع ده مش مستريح له. ايوه يا ابني، اي خدمه. عم عطيه، امال فين يا فندم؟ لا اصل ايه؟ اصل كنت عايز ابعت تلغراف وبعدين غيرت رايي. عن اذنك. وايه اللي اصله فصل؟ والله ما انا فاهم حاجه. انت بتعملي ايه؟ وانت مالك؟ السلام عليكم يا عم عطيه. اهلا يا جابر يا ابني. والله كنا قاصدينك في خدمه بسيطه كده. تحت امرك يا ابني. خير خير ان شاء الله. اتفضل. نجوان، استني يا نجوان. نجوان، عايز ايه تاني؟ في الحقيقة أنا عايز أعتذر لك على اللي حصل امبارح. أصل ذنبي ما كانش ذنبي، كان ذنب أختك مها. ذنب اختي؟ أصلي في العادة ما بشربش كتير، فهي أصرت إني أشرب، فلما شربت مخي فوت وما عرفتش أنا بعمل إيه. أنا فعلا آسف وأرجوكي تسامحيني. على كل حال اللي فات مات. يعني خلاص صافية لبن؟ صافية لبن. أبويا مات وأنا عندي 16 سنة، فكنت بشتغل وأذاكر في نفس الوقت لحد ما خلصت الجامعة واشتغلت في شركة. بقالك زمان فيها؟ 3 سنين. بقالك 3 سنين مراقب؟ لا، بقالي 3 سنين بشتغل في الشركة، لكن دي أول مرة أشتغل مراقب وأطلع في مأمورية زي دي. على كده شغلك على طول في مصر؟ أيوه. يا بختك. ليه؟ عشان عايش في مصر على طول. يا شيخة. ما قلتليش كنت بتعملي ايه عند القضبان؟ كنت ببعت تلغراف.
تلغراف؟ اه تلغراف بطوبه؟ اه هو عم عطيه مش عنده اه طب ليه ما اصلي ما اعرفش العنوان. عنوان مين؟ عنوان ابويا، عشان كده ببعت له التلغرافات بالطريقه دي، عشان مش عارفه هيرجع امتى. نجوان، هم؟ هو ابوك سافر من قد ايه؟ بعد ما المنجم اخدت الحكومه وجدي مات وفلسنا، هو سافر. من قد ايه يعني؟ من 10 سنين. 10 سنين؟ مم. وبيبعت لكم جوابات؟ بيتصل بيكم؟ لا ولسه عندك امل انه يرجع؟ طبعا هيرجع، لازم يرجع عشان ياخدني انا ومها ونعيش في مصر على طول. ده انا طول عمري بحلم اني اعيش فيها، مش في الصحراء اللي احنا فيها دي. ده انتوا عايشين هنا في جنه، الدنيا براح من حواليكم، الواحد يقدر يتحرك يتنفس يحس بالحريه. انت بتقول كده عشان ما انتش عايش طول عمرك هنا. وانتي بتقولي كده عشان مش عايشه طول عمرك في مصر. نجوان، فتحية، اهلا جعفر، بخير، مالك؟ بقى شوف يا ست فتحية، احنا ناس عرب وما نحبش الحال المايل، والشرف عندنا ما يغسلوش غير الدم. ثم اني جاري فتح التجوال وما احبش الحاجات دي ابدا. حاجات ايه بس فهمني. الجدع ده اللي اسمه مجدي لازق لها ليل ونهار، مع انه حته ولد خرع كده لا يملى العين ولا الحاجه. طب روق كده وتعالى اقعد. مش عايز تعالى تعالى بس تعالى. اديني قعدت. تشرب ايه؟ مش عايز اشرب. هتكسفني. يوم كبير حالا يا سيدي الرجاله. يا مها، مها. ايوه يا ماما. هاتي ازازه كتيره لعمك جعفر. حاضر. مبسوط؟ ادي اللي بيجينا من الافنديه بتوع مصر. ولا يهمك، كلها يومين ويقول من هنا. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. نجوان، نجوان، ست فتحية، يعجبك كده يا ست فتحية؟ يا دي ست فتحيه، يا راجل نام واطمن، نجوان ليك وانت ليها ومحدش غيرك هيفوز بيها، بس سيبني انا اتصرف. انام ازاي وانا خايف لا طيري يلوف على غيري؟ سب بقى يا واد انت اللي اسمك مجدي، بقى نجوانتي انت مالكش دعوه بيها خالص، وابعد عن سكتها خالص، واوعى تكلمها خالص، احسن والله العظيم اكسر لك دماغك. انت فاهم؟ اصل انا بحبها خالص، وهي كمان بتحبني خالص، وهنتجوز ايه؟ بتقول ايه؟ ساعة شوية مش سامعك. ايه؟ كده؟ طب خد. الله 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 الله. جرى ايه يا واد يا زولط؟ انت جننت ولا ايه؟ ايه ده؟ لا ولا حاجة. طيب اسمع، انت عارف الاستاذ مجدي المراقب الجديد؟ مين؟ الاستاذ مجدي اللي قاعد عند الست فتحيه. عارفه. شوف بقى، تروح لفريرة دلوقتي حالا وتقول له
ازيك يا زقلط؟ مفيش السنة. عم عطيه بيقول لك ابقى فوت علينا هلطة في المحطة بعد المغرب. ليه؟ معرفش ليه. هو قال لي اقول لك كده وخلاص. فاهم؟ روح قول له حاضر. طيب. ايه يا زقلط؟ في حاجة تانية؟ شوف بقى. شوف بقى. انت تسكت خالص. اصل انا وهي وانت انا شكرا يا عم عطيه. يدوم يا عم عطيه. دايما يا عم عطيه. شكرا يا عم عطيه. الكلام اللي انتوا كاتبينه ده خطير، خطير قوي. عندكم دليل عليه؟ قصدك ايه يا سعاده البيت؟ قصدي ان النهارده رجعت شويه بدفاتر وحسابات المنجم كلها سليمه، ما فيهاش اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي. هو اللي بيسرق هيقول لك انا بسرق ويكتبها في الدفاتر؟ كلها طبيخ يا سياده المراقب. طبيخ؟ ايوه مزوره. ده اتهام خطير، وقبل ما حد يقوله لازم يكون عنده الدليل او الاثبات. طب واحنا هنجيب الدليل ولا الاثبات ده منين؟ ايه اللي هيوصلنا للدفاتر يا بيه؟ انت المراقب وانت اللي بتراجع وانت اللي بتشوف. يا جماعه يا جماعه قلت لكم مفيش فايده، مفيش حد هيصدقكم ويقف في صفكم ضد الاداره. كل واحد بيقول يلا نفسي وبس. يا فندم ما تستنى امال يا جابر. استنى ايه بس يا عم عطيه؟ انت مش سامعه بيقول ايه؟ تلاقي سعدون اشتراه زي ما اشترى فلتسفندي وبتاع الجيولوجيا واللي قبلهم واللي قبلهم. ارجوك احترم نفسك واعرف انت بتقول ايه قبل ما تتكلم. والله انا بطلت اتكلم خلاص، الكلام ما عادش منه فايده. يلا يا رجاله. ايه على فين يا جابر يا ابني؟ ماشيين وقعدنا هنا زي الليتو. استنى بس مش كده. كنا فاكرينه احسن من اللي فات، طلع من مراقب لمراقب. يا قلبي لا تحزن. سلام عليكم يا جماعه. يلا بينا يا رجاله. يا جماعه ما تستعجلوش يا جماعه. ايه ما تاخذهمش يا ابني، لان قرص من التعبان يخاف من الحبل، وسعدون وفارس وامين بيهبشوا من رزق العمال ويحطوا في كرشهم، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ياخد على دماغه، والعمال غلابه من ايدهم لبطنهم، حطوا همومهم في العرايب والشكاوي، لكن لا حد بيقرا ولا حد بيسمع. طب ما انا جيت اهو عشان اقرا وعشان اسمع، لكن ان جابر ده يطول لسانه عليا دي قله ادب. اعذروا يا ابني، اصل من 3 شهور وقع جزء من المنجم، 2 عمال ماتوا و5 اتعوروا. العمال هاجت وبطلت تشتغل، قام فارس وسعدون وقال لهم ده اضراب وضد النظام اللي في البلد، واللي مش هيشتغل هيودوه السجن. وده دخله ايه في جابر؟ اصل واحد من العمال اللي ماتوا كان اخو جابر الصغير. مساء الخير. اهلا. مالك؟ ابدا مش جاي لي نوم، قلت اشم شويه هوا. انا كمان مش جاي لي نوم، قلت اشم شويه هوا. تحب اسيبك لوحدك؟ لا ابدا. الجو الليلة دي جميل.
والقمر شكله حلو. انت في حاجة مضايقاك؟ انا كمان متضايقة. ليه؟ مش عارفة، زي ما اكون مخنوقة، زي ما اكون في سجن. نفسي اطير، اهرب. تهربي من ايه؟ اهرب من هنا، من البيت، من امي، من كل الناس. نفسي اروح مصر واعيش فيها على طول، في قصر كبير على النيل، ويبقى عندي عربية وامشي في الشوارع وسط الزحمة، وسط النور، واحس بالدنيا كلها حواليا، واشوف ناس كتير كلهم مبسوطين عايشين، وعايش انا كمان ارقص واضحك واغني. تضحك على ايه؟ اصلك فكرتيني بنفسي من كام سنة. كنت زيك كده، دايما بحلم. كنت لسه صغير، كنت فاكر اني هقدر اغير الدنيا بحالها، واني هبقى انسان مهم وغني، عندي فيلا وعربية. كنت بحلم اني اتجوز اجمل بنت في العالم. كنت بحبها قوي، كان اسمها ميرفت. كنت فاكر ان هي كمان بتحبني. وبعدين صحيت من النوم لقيت الدنيا زي ما هي، وميرفت اتجوزت واحد تاني مهم وغني وعنده كل اللي كنت بحلم بيه. من ساعتها بطلت احلم، قررت اعيش في الواقع. انت لسه بتحبها؟ في الاحلام بس. تعرفي انك بتفكريني بيها؟ انا اشبهها؟ بالعكس، انت احلى منها بكتير، بكتير قوي. ممكن اتكلم معاك كلمتين يا استاذ مجدي؟ طبعا يا ست فتحية، اتفضلي. انا عاوز اكلمك عن نجوان. مالها؟ نجوان لسه صغيره، ما عرفتش الدنيا، طايشه. هي وامها كل حاجه بالنسبه لي. هما اللي طلعت بيهم من الدنيا بعد ما ابوهم سافر وسابهم. شفت الذل ودقت المر علشان اربيهم واسعدهم واضمن لهم مستقبلهم. ربنا وحده يعلم انا عملت ايه علشانهم. وانت باين عليك جدع ابن حلال وعاقل، وانا جايه قصدك في خدمه وعشم انك ما تقولش لا. انا تحت امرك افندم. ابعد عن نجوان يا مجدي. انت كل اللي قاعدهم هنا يومين 3 وبعد كده مسافر، هترجع مصر لحياتك. نجوان حياتها كلها هنا معايا انا في البيت ده. ارجوك ما تحطمش كل اللي بنيته، ما تحطمش حياتها. تصبح على خير. وانت من اهله.
لا مؤاخذه انا مش فاهم سيادتك تعب نفسك قوي كده ليه؟ هي الدفاتر فيها حاجه لا سمح الله؟ يعني ما انتش عارف يا سي امين؟ قصدك ايه يا مجدي بيه؟ لا 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 لا, لا يا مجدي بيه، لا مؤاخذه، ده الاستاذ امين اسم على مسمى، اسمه امين وهو امين بصحيح. الله، طب انتوا محموقين قوي كده ليه ما دام كل حاجه تمام؟ لا بس احنا قلبنا عليك وعلى تعبك. لا ما تخافش عليا، انا متعود على كده. بحر انا عارف. يا استاذ امين. ايوه يا مجدي بيه. كنت عاوز اراجع كشوف قبض العمال. وكل حاجه عندك متأيده بضف اليوميه وضف الاستاذ. انا عايز كشوف القبض اللي العمال ماضي عليها بتاعت 6 اشهر اللي فاتت لو سمحت. امرك. لا مؤاخذه، عن اذنك يا مجدي بيه، عندي شويه شغل في المنجم، عن اذنك لا مؤاخذه. وادي عتلاوي يا فارس بيه، تعالى. حاضر، تعالى هنا. حاضر، اتحرك امال، اعمل لك همه. ايوه يا فارس بيه، في حاجه؟ الريس سعدون فين دلوقتي؟ عند الست فتحيه. عند الست فتحيه؟ طب اوعى. اعمل لنا فنجان غساله الست فتحيه. حاضر. مالك؟ الجدع اللي وشه واقف على الخميره من البيت. مين؟ سي مجدي المراقب الجديد. مالك؟ ماسك الدفاتر وكشوف العمال وعمال يسأل ويطقص، والظاهر بقى ناوي على نية. ما انا عارف. عارف؟ اصل قابل الواد جابر امبارح بالليل في المحطة عند عم عطية. مين اللي قال لك؟ الواد عتلاوي. ولا كنت فاكرني نايمة على وداني. طب والعامل؟ انا خايف نروح في داهية. يا راجل بطل خوف بقى وخلي قلبك جامد. ده انت وراك سعدون وانا جاهز له. جاهز له ازاي بس؟ ده كشوف العمال لوحدها تودينا كلنا السجن. سجن ايه اللي بتتكلم عليه يا سي فارس؟ تف من بقك يا شيخ. ما انت رخرة هينوبك من الحب جانب. وانا دخلي ايه بقى بمشاكل المانجا؟ ابويا مات بعد ما الحكومه خدته، والبنات ابوهم مشي بعد ما فلسنا. فاضل لي ايه اخاف عليه؟ الاستراحة، بيتك، اكل عيشك. لو حصل حاجة للمنجم الناس هتهج من هنا، وانت بقى وبناتك هتقعدوا تهشوا دبان وتقولوا عشان عليك يا رب. يا لهوي، فلا ولا فلك يا شيخ. بكره تشوفي. هو الجدع اللي اسمه مجدي ده مفيش وراه غير المشاكل وجع القلب. انا عارفه ايه اللي حدفوا علينا. بختنا المهبب. طب والعمل يا سعدون؟ ده حتة واد الفول ما يستحملش نفخة. هو ابتدى يكشف ورقنا، يكشف له احنا ورقه ونلعبه على المكشوف. انا موضب كل حاجة. النهارده بالليل كله هيبقى تمام. متشكر قوي. اتفضل كاس. لا بلاش انا. دي مش خمره، دي حاجه كده زي كده حديديه. معلش. يا مسا. لا انا ماليش في الحاجات دي. يتوق مزاجك على الاخر. مزاجي رايق الحمد لله. اتفضل لقمه كده على الماشي. او كده عشان الواحد ياكل ويشرب ويفرفش. الف هنا وشفا يا اخويا. ودوم العز يا ست فتحيه. بوجودك يا مجدي بيه. ايه رايك في البت الرقاصه دي؟ تمام التمام مش كده؟ بترقص كويس.
لكن ما حدش قال لي ايه مناسبه الحفله دي. يا اخي ما تدقش، اي حفله والسلام. اهي ليله قلنا نهيص فيها وبس. ده انت من ساعة ما جيت وانت ماسك الدفاتر والحسابات ونازل شغل في شغل، قلنا نفرفشك شوية تاخد كاس. لا معلش، مسمور. ما قلنا ماليش. ايه ده؟ يعني وايه المناسبه؟ عشان تثبت الأخوة. ويكون علينا ستر وغطا، وهو البركه فيك ده قلبك كبير. انا اسف. يا راجل ما تكسفنيش، دي هدية بسيطة والنبي قبل الهدية. يا ريس ساعدوني، النبي قبل الهديه لكن ما قبلش الرشوه. رشوه؟ رشوه ايه بس؟ انا بس قلبك كبير. الله، استاذ مجدي مش هتفطر؟ الو الو، ايوه مليني تلغراف. تخولكم سلطة التصرف لما فيه صالح العمال والعمل. التوقيع رئيس مجلس الحمد لله. يا استاذ مجدي، انا خايف عليك يا ابني. سعدون وفارس دول ناس اشرار، محدش يقدر يقف قدامهم. خليها على الله. ربنا معاك يا ابني. ايه الحكايه؟ المراقب الجديد عامل هليله جوه مع سعدون وسفارس. المراقب؟ كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده مش ممكن ابدا. استنوا بس شويه، مش كده. نتفاهم بالعقل يا مجدي بيه. انت شايف في نفسك حاجه من ناحيتنا؟ اذا كان قصدك على اللي حصل امبارح فده ملوش اي دخل في اللي انا بقوله دلوقتي. عداك العيب، احنا قصرنا من ناحيتك في اي حاجه؟ يا ريس ساعدوني فهمني، انا لما بعمل كده فده لصالح العمال ولصالح الاداره ولصالح البلد كلها. طب وقفل المنجم هو اللي هيصلح حال البلد؟ انتوا ليه مش عايزين تفهموني؟ المنجم معرض للانهيار في اي لحظه. يا شيخ، طب والناس اللي بتاكل عيش من ورا المنجم؟ العمال هيترحلوا من هنا لموقع عمل جديد، اما الباقيين فانا هقدم تقرير للاداره في كل حاجه. تقرير؟ مش بقول لكم الجدع ده مش ناوي يجيبها البلد؟ احترم نفسك. استنى بس يا فارس، الاحسن اننا نتكلم بالمفتوح. انت عايز ايه بالظبط؟ انا قلت انا عاوز ايه. المنجم لازم يتقفل. مش قصدي عايز كام؟ افندم، اذا كنت استقليت المبلغ اللي عرضته عليك امبارح نزوده لك حبتين. انت بتقول ايه؟ بتكلم بصريح العباره، شيلني واشيلك وكل حاجه بتمنها. ما تقول يا اخي، عايز كام وتخلصنا؟ 100 200 300. مستحيل. المنجم هيتقفل يعني هيتقفل، والتقرير هقدمه للاداره في مصر وهي اللي تتصرف معاكم. عن اذنكم.
لو المانجا اتقفل هيتخرب بيتنا. والتقرير لو وصل مصر هنروح كلية في حديد. علشان كده مش لازم يوصل مصر. قصدك ايه؟ قصدي يا روح ما بعدك روح. نقتله؟ مش احنا. امال مين؟ تعالوا ورايا. شفتوا يا رجالة؟ سمعتوا بودانكم؟ عرفتوا المراقب الجديد اللي بعته لنا الشركة عاوز يعمل فينا ايه؟ عاوز يقطع عيشكم، عاوز يجوعكم، عاوز يخرب بيوتكم، عاوز يقفل المنجم. يقفل المنجم؟ عارفين عاوز يقفل المنجم ليه؟ علشان احنا رفضنا ندفع له فلوس، علشان رفضنا نديله رشوة. يخلصكوا يا رجالة، امد ايدي في جيبي واديله؟ لا! يخلصكوا يا رجالة، اخد من فلوسكم واديله؟ لا! يخلصكوا يا رجالة، اقطع من قوت عيالكم واديله؟ يبقى المنجم ده مش لازم يتقفل، ده رزقنا ورزقكم ورزق عيالكم. اما السي مجدي ده بالعافيه، بالذوق، بالعافيه لازم نمنعه انه يقتل المنجم. صح ولا ايه يا رجاله؟ دي عشانك. عشاني انا؟ متشكره قوي يا زهر. وشوفي كلافية، الكلافية الجديدة بتاعتي، ولسه كمان فلوس كتير أوي 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 أوي، وحشتلي كمان بنطلون وقميص، وحشتلي كمان نطلة عشان ابقى سايق اللافتيات بتوع مصر. قول لي يا زهر. ايوه انا كويس. انت عمرك ما حبيت؟ انا حبيت. طب اللي بيحب بيحس بايه؟ بيحس قلبه يطق، ولما بيشوف اللي بيحبه بيبقى مش على بعضه ومتلخبط تلخبيط، وبيبقى مش عارف بيقول ايه. يبقى انا بحب يا زهر. والله العظيم انت متلخبطه تلخبيط. بس يا ترى هو كمان بيحبني زي ما بحبه؟ اكتر قوي قوي قوي. مش باين، لانه هيسافر ويسيبني. هو مين؟ مجدي. بحبه يا زهر، بحبه من اول ما جه، من اول ما شفته، من اول ما ايدي لمست ايده. ودلوقتي هيسافر وهينساني، لكن انا بحبه وعمري ما هنساه، عمري. نجوان، انا عاوزاكي جوه شويه. خشي. نجوان ايه الكلام اللي سمعته ده؟ كلام ايه؟
اللي كنت بتقولي للواد زقلط اللي بتحبي الجدع اللي اسمه مجدي. دي الحقيقة ياما. حقيقة ايه؟ انت عارفه اللي بتتكلمي عني ده عايز يعمل فينا ايه؟ عايز يخرب بيتنا، يقطع عيشنا، يقفل المنجم ويسرح العمال. وبعد ده كله بتقولي لي بتحبيه؟ مجدي مش ممكن يعمل كده. ما عملها واللي كان. شوفي يا نجوان يا حبيبتي، مدام مجدي ده جاري على خرابنا يبقى ما عادش قدامنا غير جعفر. قصدك ايه؟ قصدي انك توافقي وتتجوزيه. الراجل متريش وايده طايله وبيعزك، والود ود حط الدنيا كلها تحت رجليكي. انا مش ممكن اتجوز جعفر، ما بحبوش. حب ايه جاتك نايبه؟ انا بتكلم عن حياتنا، عن لقمه عيشنا. لو ما اتجوزتيش جعفر البيت هيتخرب، هنموت من الجوع. طوعين يا نجوان، ده راجل لقطه ويتمنى تراب رجليكي. لا ياما، ما اقدرش. هو ايه اللي ما اقدرش؟ هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. لا انا ما اتلقت، قلت هتتجوزيه. في ايه يا زفت؟ ساعدون ولا كلتوا جايين هنا عايزين يدالوا مجدي. مش ممكن. نجوان اهو هناك اهو. حاولي زقلوا تمنعهم بأي شكل. نجوان مجدي يا مجدي اهرب يا مجدي، اهرب. اهرب ليه؟ حددوا الرجاله جايين عشان يقتلوك، فاهم يعني ايه يقتلوك؟ يقتلوني؟ لا مش ممكن، البلد فيها قانون. البلد دي ما فيهاش غير سعدون، وانا عارفاه كويس. هيقتلك يا مجدي. مستحيل. لو مش مصدقني تعالى شوف. تعالى شوف اهم. صدقت. محدش منكم هيخش. وسع يا واد يا زول. مش هوسع، وانا قلت محدش منكم هيخش. بقول لك وسع، مالكش دعوه انت. لا هيقلب مني ولا هيخش، انا هتقطعه. عتلاوي. اوعى تقابلي. ايه اللي بتعمله يا سعدون؟ لازم اخلص عليه. وتروح السجن وتسيبني لوحدي؟ اللي حاربني في اكل عيش لازم امسحه من الدنيا خالص. سعدون. موجود. مفيش حد فوق. هيكون راح فين يعني؟ لا جبان هرب. اكيد هيروح مننا فين؟ لازم نلاقيه. محدش مننا يروح الا لما نلاقيه. يلا يا رجاله. البلد كلها بتدور علينا. بتدور عليا انا؟ روحي انت يا نجوان، انت مالكيش دعوه بده كله. انا لا يمكن اسيبك ابدا. انا هتعمل ايه؟ مش عارف. مفيش غير ان احنا نبلغ البوليس. ازاي؟ دي اقرب نقطة بوليس على بعد 20 كيلو من هنا. اوه عم عطيه. ايه؟ تعالي. عم عطيه. اجوان، ايه اللي حصل في البلد؟ التليفون عندك شغال؟ ايوه، ليه؟ عاوز اتصل بالبوليس حالا. بوليس؟ عايزين يموتوه، البلد كلها مقلوبة عليه. سعدون؟ ايوه. ده اللي كنت خايف منه. تعالوا معايا، تعالوا. ايه ما حدش بيرد ولا ايه؟ الخط ميت خالص.
واديني بحاول. تسمح لي اجرب؟ اتفضل يا ابني. برضه مفيش فايده؟ ابدا. طيب بقى وريني لما احاول اتصل بالسنترال. ايه؟ لسه دول جايين على هنا. والعمل ايه دلوقتي؟ اهرب انت يا ابني من هنا وانا هتصرف. هتتصرف ازاي بس؟ هتعمل ايه يعني؟ ان شاء الله اوصل لاقرب نقطه بوليس بنفسي. بس انت اهرب دلوقتي. يلا يا مجدي. هما فين؟ هما مين؟ مجدي ونجوان. اتكلم. انت. وانا هعرف منين؟ واحد من رجالتي شافهم وهم جايين من ناحية دي. اتكلم يا عطيه احسن لك. والله المحطة عندكم، فتشوها زي ما انتوا عايزين. كده؟ طيب هاتوا عليها وطيها يا رجالة، فتشوا في كل حتة، لازم نلاقيهم. نجوان، لازم نمشي من هنا. مش قادر خلاص. اهرب انت. حاولي يا نجوان، حاولي تتصرفي قبل. يا جابر. داروا. في حد عندك يا جابر؟ يا ابدا، الظاهر راح من الناحية التانية. طب ورانا على المحطة. حالا. قابلوني بعد 5 دقايق في المصرف اللي ورا المحطة. طيب. مش موجودين يا ريس سعدون. بص بقى يا حداد، وايه العمل يا سعدون؟ نقلب عليهم البلد كلها لغاية ما نلاقيهم. يلا. ايه ده؟ يلا يا استاذ مجدي. يلا. جابر، في ايه؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ لان ده امن مكان ممكن نستخبى فيه لحد ما يوصل البوليس. مفيش وقت للكلام. يلا بسرعه. يلا بسرعه، مفيش وقت يا استاذ مجدي. يلا. بسرعه. خليكم انتوا هنا، اوعوا تتحركوا لحد ما نشوف طريقه. جابر. ايوه يا استاذ مجدي. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عم عطيه قال لي على كل حاجه. انا اسف يا استاذ مجدي. تربس الباب ورايا. حقيقي اللي امي بتقوله. بتقول ايه؟
انك ناوي تقفل المنجم وتشرد العمال. حتى انت كمان. وانا اللي كنت فاكرك فهماني كويس. انا ما بقتش فاهمه حاجه ابدا. ممكن المنجم يتهد في اي لحظه، عشان كده لازم يتقفل. طب والعمال، الناس اللي عايشه من وراها، الشركه هترحلهم لموقع عمل تاني. يترحلوا؟ طب وانا، احنا، امي، هنعيش منين؟ ربنا كبير وما بينساش حد ابدا. مش ممكن، مش ممكن. انت اناني، ما تفكرش الا في نفسك وبس. ما فكرتش فيا. فكرتش فيك؟ ده انا لو قلت لك اني بحبك يمكن ما تصدقنيش، لاني ما شفتكيش الا من كام يوم بس، لكن دي الحقيقه. كذاب، صدقيني انا بحبك يا نجوان، بحبك وعايز اتجوزك. تتجوزني؟ ايوه اتجوزك يا نجوان وتسافري معايا ونعيش على طول في مصر. مصر؟ يلا بسرعه روحي لمي هدومك ونتقابل في الاستراحه، على ما اخلص منهم وحصلك على طول. يلا بسرعه. بقول لك يلا بسرعه، يلا. ما تعيطيش يا مها. اول ما هوصل مصر هبعتلك تيجي تعيشي ويايا انت وامي. هتوحشيني يا نجوان، هتوحشيني. نجوان حبيبتي، انت كنت فين؟ انا كنت هتجنن عليكي. ايه اللي بتعمليه ده؟ انا مسافره. مسافره؟ ازاي؟ ومع مين؟ مع مجدي. مجدي؟ وانا واختك عاوزه ترمينا زي ما ابوكي رمانا؟ دي اخرة تربيتي فيكي، دي اخرة شقاية وتعبي. مجدي هيتجوزني وهتبقوا تيجوا تعيشوا ويايا. لا انا مش ممكن اسيب هنا، لا انا ولا اختك ولا انت لازم تتجوزي جعفر، انت لازم تقعدي هنا. ارجوكي ياما. مش مسافره يعني مش هتسافري. مجدي انا بحبه ومفيش قوه في الدنيا هتمنعني اني اسافر وياه. انا اللي همنعك وهجيب لك جعفر يمنعك. انت متاكد يا ولا؟ ده انا شايفها بعناية دول. يبقى يلا بينا. هاتوا من جوه يا رجال. ازيك يا مجدي بيه؟ يا ريس ساعدونا، انا سبق وقلت لك. بقى عايز تقفل المنجم؟ لازم يتقفل. اخرس يا كلب. بقى عايز تخرب بيوتنا؟ طب خد. ربوه يا رجاله.
خد يا عدلاوي، خلص عليك. مين ده؟ ده جابر. انتم ايه؟ اتجننتوا؟ بقى الراجل اللي بيدور على حياتكم وحقوقكم تعملوا فيه كده؟ اخرس انت يا جابر، مالكش دعوه. اخرس انت يا سامينه بتاع الحسابات المزوره. الله الله، ايه الكلام ده يا ولد؟ ايه يا فارس بيه؟ مش هي دي الحقيقه؟ مش انت وسامين بتقبضوا من الريس سعدون عشان تسيبوه يمص دمنا وياكل رزقنا؟ ولما الراجل ده كشف لعبتكم الوسخه وعرف الحقيقه عشان كده جايين تقتلوه؟ مش كده ولا ايه يا سعدون؟ كذاب كذاب كذاب! اوعى تصدقوا يا رجاله، المانجا مش لازم يتقفل ومجدي لازم يتقتل. خلص عليه يا عدلاوي! واخرتها يا ريس سعدون، هتفضل تهرب لحد امتى؟ وسع من سكتي اللي قتلك. ما عادش في فايده حتى من قتلي، كل حاجه خلصت والمنجم هيتقفل. طول ما انا عايش المانجا مش هتقفل. قلت لك المنجم هيتقفل يعني هيتقفل. لا! نكوان! في ايه يا نكوان! حصل ايه؟ مجدي ماله؟ مجدي والريس سعدون وقع عليهم المحكم وماتوا. ما تزعليش يا نكوان، معلش انا مش هسيبك ابدا. دول جايبين واحد ميت يا رجاله. شيل معاه
يا جدع لا حول الله يا رب. دول جايبين واحد تاني يا رجاله. ده حي ده الباشمهندس. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الحمد لله على السلامه يا مهندس. الحمد لله على السلامه. نجوان. مجدي 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 نجوان. سعدون 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 رد عليا يا سعدون. اتكلم يا سعدون. هتسيبني انت كمان سعدون. سعدون انت اللي قتلته. انت اللي قتلته. لا لا يا ست فتحية. اخرس يا سافل يا مجرم. انت اللي قتلته وانا هقتلك زي ما قتلت. مجدي نجوان نجوان. مجدي لا 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 نجوان نجوان. ليه كده يا أمه؟ أنا بحبك. مجدي ما تسيبنيش. مش هسيبك ابدا يا نجوان ابدا. نجوان لا لا مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا ربي يا ربي. وماتت نجوان وماما اتجننت والبيت بقى خراب. طب وانت قاعده لوحدك هنا ليه؟ انا مستنيه بابا. اصل بابا قرب يرجع ولما هيرجع هياخدني معاه اعيش في مصر وهيلففني العالم وهيجيب لي كل اللي نفسي فيه. كل حاجه كل حاجه وبكره تشوف.